السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم حمزة دوس سوكاغاس. اليوم سوف أتحدث عن ثغرة جديدة في الفيسبوك. ما زال البعض لم يتطرق إليها، وهي خاصة بإدارة الصفحات. في مثال أنك قمت بإنشاء صفحة ما، وقررت بعد ذلك أن تقوم بإضافة بعض الأدمينز أو المدراء معك على الصفحة. لذا وقبل كل شيء أنصحكم أولا أن تحسنوا اختيار إضافات المدراء إلى صفحتك، أي يجب أن تكون هناك ثقة متبادلة بينك وبينهم. لماذا تحدثت عن هذا؟ لأنه إذا قمت بإضافة أحد المدراء وبعد فترة من الزمن قررت فصله عن الصفحة، هو لن يتخلص منك بهذه السهولة، بل يستطيع أن يقوم بالنشر على صفحتك رغم أنك قد فصلته عن صفحتك، وستندهش أنت لهذا الأمر. كيف ذلك؟ سوف يقوم هو بتتبع بعض الخطوات التي سوف أشرحها لاحقا، ويتمكن من النشر على حائط صفحتك. أولا سوف يذهب هو على قبل فصلك له عن الصفحة، سوف يذهب إلى موجي لا باج، ثم يقوم بالدخول على جيري لي نوتيفيكاسيون. بعدها سوف يقوم بالدخول على موبايل، سوف يظهر له هذا العنوان، سيقوم هو بنسخه، ثم يقوم بحفظه على جهازه. قام بحفظه على جهازه. بعد هذه الخطوة سوف يقوم بعد ذلك بالدخول على أي موقع لإنشاء رسالة، في مثال جيميل أو هوت ميل أو غير ذلك، أو ياهو مثلا. نحن سنقوم بتطبيق العملية على جيميل. عند دخوله على حسابه على الجيميل سيقوم بإنشاء رسالة جديدة. هنا إلى سوف يكتب الأدرس أو الرابط الذي قام بحفظه على جهازه هذا. سوف يقوم بلصقه، ثم في الأوبجكت هنا سوف يكتب الرسالة التي يريد نشرها، في مثال السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقوم بإرسال الرسالة envoyer. بعد هذه الخطوة سوف نتأكد من نجاح العملية. أنت سوف تقوم مثلا بالدخول على صفحتك وتنظر إلى الجديد. كما ترون معي هنا قد قام بإنشاء رسالة رغم أنك قد فصلته عنها، وبهذا فهو قام بإنشاء رسالة أو النشر على حائطك، وستندهش أنت لهذا الأمر. لذا أنصحكم أن تحسنوا اختيار مدراء الصفحات. بهذا نكون قد أتممنا شرحنا اليوم. أرجو أن تكون قد استفدتم منه. الرجاء تقييم هذا الفيديو بضغط على زر الإعجاب للفيديو، أو بإمكانكم أن تتركوا استفساراتكم وتعليقاتكم حول هذا الفيديو، والرجاء الضغط على زر سبسكرايب لتتمكنوا أو أن يصلكم جديدي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.